النهارده هعلمكم ازاي تعملوا فلوس. علشان تعملوا فلوس لازم تغيروا المايند سيت. لو غيرنا كلنا المايند سيت مع بعض كلنا هنبقى اغنياء. يعني انا مثلا ما كانش حد يعرف ايه الثروه بتاعتي ولا جبت الفلوس اللي معايا منين، بس رحت مؤلف قصه عن اب غني ما كانش ليه وجود اصلا وكتبتها في كتاب والناس اشترت، وهي دي المايند سيت. هديك كمان شويه نصايح تقلل من الضرايب اللي عليك. هو في احتمال بسيط تخش السجن بس احسن ما تفضل فقير، وهي دي المايند سيت. خلي بالك الناس الاغنياء مش عايزينك تعرف الكلام ده انا بقول لك كده بس من تحت لتحت. ما تنساش بس ال 5000 دولار اللي دخل. بيقول لك في ناس بتروح المدرسه والجامعه. ابويا الفقير ابن الدكتور جامعه تخيل، وعايز يبقى غني. فين الاب الغني؟ عايز تعرف مين الاب الغني؟ يعني هو هاري بوتر يا عم حقيقي؟ ما تفك كده شويه، ده انا بديك شويه نصايح عن الفلوس وانا اصلا غرقان في الديون وبتصدقني. جت على دي يعني. لو دورت على كتاب بيتكلم عن الفلوس مش هتلاقي اشهر من كتاب الاب الغني والاب الفقير. ولو دخلت على اليوتيوب علشان تشوف له ملخص بتلاقي دايما ان صاحبها بيوعدك ان انت لما تخلص الفيديو او تقرا الكتاب ده هتبقى في رحلتك ان انت تبقى غني، او على الاقل يبقى عندك حريه ماليه. بس تعرف ان غالبا اصلا الاب الغني ده ما كانش موجود، ومؤلف الكتاب روبرت كيوساكي كان مؤلف القصه دي. كمان مؤلف الكتاب روبرت كيوساكي ما حدش عارف ثروته الحقيقيه كام، وهو دايما بيرفض يقول. وروبرت كيوساكي كان فاتح شركه في 2012 كان عليه ديون ما كانش عارف يسدها. بس مش ده اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، ولا حتى حقيقه ان في نصايح في الكتاب. في مقالات كتير بتتكلم عن ان هي مش قانونيه، بالذات في الحاجات اللي بتخص الضرايب. انا هتكلم في الفيديو ده عن فكره تانية، وهي فكره اختزال الغنى والفقر في المايند سيت او العقليه، وان كل المشاكل اللي ليها علاقه بالفلوس هتتغير لو غيرت العقليه بتاعتك بس. ولو العقليه بتاعتك اتغيرت وعرفت الفرق بين الاصول والخصوم وشويه معلومات تانية بسيطه في الكتاب، وبقى عندك ذكاء مالي زي الاغنياء، مشاكلك كلها هتتحل. وان الغنى والفقر ده بس هو اختيار، انت بس اللي مش بتختار تكون غني. بعد ما قرات الكتاب مش بس حسيت ان النصائح اللي في الكتاب مش هتخليني غني وهتحل مشاكل الفقر، انا كمان شايف، وده هبينه بعد ما اقول مشاكلي مع الكتاب، ان نصيحه الاب الفقير منطقيه اكتر في السياق ده. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. من كام سنه بدات في قراءه كتاب الاب الغني والاب الفقير زي اي واحد بيشوف كميه الترشيحات اللي بيتم ترشيحها للكتاب ده، وغالبا مش بيجي سيره الكتب اللي بتتكلم عن الفلوس الا لما يجي سيره الكتاب ده. بس لما بدات قراءته من كام سنه ما قدرتش اكمله، وحسيت ان انا مش بستفاد استفاده حقيقيه. بس السنين عدت ولسه الكتاب بسمع الناس بترشحه كتير، فقلت خلاص لازم اقراه، وللاسف قراته. اول مشكله واجهتني مع الكتاب هي اصلا قبل ما اقرا الكتاب نفسه، وده من كميه التوقعات اللي كنت متوقعها من الكتاب بسبب المديح المبالغ فيه اللي بسمعه عنه. يعني في حاجات من كتر المديح اللي بيبقى فيها التوقعات بتاعتك بتعلى جدا، فبتخرج محبط منها مهما كانت النتيجه. زي مثلا كتاب الاب الغني والاب الفقير، من كتر المديح اللي الناس بتمدحه للكتاب ده بتحس ان الدنيا هتمطر عليك فلوس بعد ما تقرا الكتاب على طول. كمان انا مش بحب الكتب اللي بتتكلم عن الفلوس، خاصه الكتب الغربيه، لان اوقات كتير مش بفهم حاجات منها بسبب اختلاف السياق. يعني في امريكا مثلا نظامهم الاقتصادي مختلف خالص عننا، فاوقات كتير كان بيتكلم عن حاجات هي مش موجوده عندنا اصلا. كمان اغلب الكتب اللي بتتكلم عن الفلوس تختزل الفقر والغنى في الشخص نفسه. يعني لو الشخص بس عدل المايند سيت او العقليه بتاعته هيبقى غني بسبب ده. بس كان واضح من مدى شهره الكتاب ده انه بيتجاوز العقبات دي. يعني اي حد هيقرا الكتاب ده مهما كان السياق اللي هو فيه هيخليه غني، او على الاقل هيديله معلومات تخليه في طريقه للحريه الماليه. فهل الكتاب فعلا قدر يعمل ده ويتخطى العقبات اللي انا قلت عليها، اختزال الفقر في العقليه واختلاف السياق اللي بين الدول ده؟ كتاب الاب الغني والاب الفقير مش مختلف كتير عن الكتب اللي بتتكلم عن الفلوس، واللي بيبقى الفكره الرئيسيه بتاعتها ان المايند سيت او العقليه بتاعت الشخص هي السبب في فقره او غناه. بيشوف ان السياسات العامه او الظروف اللي الشخص موجود فيها مش المفروض تكون سبب ان هي تخليه فقير، هو بس مشكلته في العقليه بتاعته. حتى في كود في الكتاب بتقول ان السبب الحقيقي وراء الفقر او المعاناه الماليه هو الخوف والجهل وليس الاقتصاد او الحكومه او الاثرياء. وده بيبين مدى اهميه العقليه عند روبرت كيوساكي، انه اصلا مش بيحط اعتبار لاي حاجه، الشخص بس هو اللي بيحدد ده. ودي مشكلتي الكبيره مع الكتاب، هو التجاهل التام للسياق اللي بيعيش في الشخص، وكأن ده مش بيأثر خالص عليه. بحس ان موضوع السياق ده واضح جدا، مش محتاج ادله ان انا باين ده. البشر تقريبا من ساعه ما اتخلقوا وهم شغلهم الشاغل وتاريخهم وصراعاتهم كلها بتدور حوالين ايه افضل نظام اجتماعي واقتصادي يضمن للناس حقها ويوفر ليهم فرص. فدايما الموضوع ده بيتشاف انه مسؤوليه جماعيه، وان ده اصلا دور الدول اللي بتعمل سياسات علشان تقضي على مشكله الفقر. وعلشان كده طلع انظمه سياسيه واقتصاديه مختلفه زي الراسماليه والاشتراكيه والكلام ده كله. ولو كان تحقيق الثراء هيجي بس بتغيير المايند سيت ومعرفه الفرق بين الاصول والخصوم، ما كانش البشر ده هيبقى شغلهم الشاغل. ونماذج الدول اللي قضت على مشكله الفقر كان دايما بتغيير سياساتها العامه وتنفيذ دايما اجراءات بتنحاز للفقير وتوفر له فرص احسن علشان يخرج من اللي هو فيه. وده لان دايما الفقير بيبقى فرصته قليله في التعليم الكويس مثلا، وحتى لو وصل لتعليم كويس مش دايما بيلاقي نفس الفرص اللي بيلاقيها الشخص الغني. ودي حاجه اوضح من ان انا اقولها اصلا. من غير اتخاذ قرارات عامه تغير الوضع ده وتدي الفقير فرص احسن، فرصه التغيير اللي بتبقى متمثله في حاجه زي تغيير المايند سيت والكلام ده بتبقى قليله جدا. ودليل ده ان القصص العصاميه او الشخص اللي بنى نفسه بنفسه وطلع من تحت الصفر والكلام ده، دي بتبقى قصص شديده الاستثنائيه ونادره الحدوث، وصاحبها دايما بيتشاف انه حقق المستحيل. وده دليل كبير ان المشكله مش فرديه، والقصص دي اصلا اكتسبت قيمتها من ان هي شديده الاستثنائيه. فالمفروض ده اصلا يكون دليل ان الفقر مش مشكلته في المايند سيت والكلام ده، وان هي مشكله اعم من كده، مش العكس زي ما الناس بتستدل بده. فاختزال الفقر والغنى في العقليه والمايند سيت والكلام ده هو ببساطه مجرد جهل وتجاهل للاسئله الاكبر والتخطي ليها، واللي تقريبا البشر طول تاريخهم عايشوا يتخانقوا عليها، زي ايه افضل نظام سياسي او اقتصادي، او ازاي نحقق العداله الاجتماعيه. كل دي اسئله الكتاب بيتجاوزها وبيقول ان هي اصلا مش مهمه، انت بس غير المايند سيت والدنيا هتبقى زي الفل. مش بس الكتاب بيرتكب غلطه السياق اللي انا بقول عليها دي، تاني مشكله كانت معايا ان
ان الكتاب امريكي بامتياز، وكأن روبرت كيوساكي ما كانش متخيل ان الكتاب هينجح كده، وان الكتاب هيترجم للغات كتير وناس كتير تانية هتقراه من دول تانية. واكبر دليل على ده ان في درس من الدروس الستة اللي بيعلمنا فيها ازاي نبقى اغنياء بيتكلم ازاي تقلل الضرايب عنه، ودي مشكلة امريكيه بامتياز بغض النظر عن مدى قانونية اللي بيقوله، لان قرأت مقالات كتير بتتكلم عن اللي بيقوله اصلا على موضوع الضرايب ده مش قانوني، وممكن الشخص يتحبس لو عمل الكلام ده. كمان برضه واضح من الاسباب اللي بيتكلم فيها اللي بتؤدي للفقر ان السياق اللي بيتكلم فيه هو سياق امريكي، يعني بيتكلم عن الستودنت ديت او المصاريف بتاعه الجامعه اللي بتبقى غاليه جدا في امريكا. كمان بيتكلم عن المورجج او القرض اللي بتاخده من البنك عشان تشتري بيت، وفي جزء كبير من الكتاب بيتكلم فيه ازاي ان لما بتشتري بيت بيبقى عيب عليك وبيبقى من الخصوم. قاعد ياكد كتير على النقطه دي في الكتاب، وتقريبا واضح ان هي مهمه في السياق الامريكي ده، بس في السياق بتاعنا ده انا مش فاهم المعلومه دي ازاي ليها اي اهميه. حتى شفت ناس وهي بتلخص الكتاب بتاكد على المعلومه دي اللي بحسها ملهاش اي معنى اصلا. انا مش كل يوم بروح اشتري بيت. موضوع الثقه الامريكي بتاع الكتاب ده هتحسه في كل فصل، لدرجه ان في لحظه معينه وانا بقرا الكتاب حسيت ان المفروض اسم الكتاب اتغير، يعني كان ممكن الاسم الاصح للكتاب يبقى بعض النصائح الماليه التي قد تفيد المواطن الامريكي. ده كان هيبقى عنوان معبر اكتر عن محتوى الكتاب. وهنا هنقل للنقطه اللي انا بجادل فيها، لان انا شايف نصيحه الاب الفقير هي المناسبه في السياق بتاعنا. الكتاب بيتكلم كتير عن مدى سوء النظام التعليمي، فبنخرج جاهلين عن الفلوس وبالتالي ده بيؤدي لينا للفقر. وكان بيقول ان الاب الغني ما كملش تعليمه، في حين ان الاب الفقير كان معاه دكتوراه بيدرس في الجامعه. حتى روبرت كيوساكي كان ليه كتاب تاني اسمه لو عايز تبقى غني وسعيد ما تروحش المدرسه. في كود في الكتاب بتاع الاب الغني والاب الفقير بيقول ان اخطر نصيحه تعطيها لطفلك اليوم هي ان يذهب للمدرسه وان يحصل على درجات مرتفعه ويبحث عن وظيفه امنه ومستقره. ما عنديش مشكله ان حد يبقى عنده مشكله في نظام التعليم، هو اكيد مش حاجه كامله، بس هل فعلا نصيحه ان الواحد ما يروحش المدرسه دي نصيحه كويسه بالذات في السياق بتاعنا احنا؟ بالمناسبه لما بشوف ناس بيلخصوا الكتاب في منهم بيقولوا ان هو مش بياكد على التعليم الاكاديمي، دي معلومه غلط خالص. روبرت كيوساكي بيقول في الكتاب بشكل صريح ما تروحش المدرسه، ما قالش ان هو مش مهم قوي زي ما في ناس بتقول عنه كده، هو قال ما تروحش اصلا. كمان بيدعي ان الناس اللي بيروحوا المدرسه وبيوصلوا لدرجات عاليه في التعليم مش بيبقوا اغنياء، وان ده بيؤدي بيهم للفقر في النهايه، والكلام ده ببساطه غلط وملهوش اي اساس من الصح. الافريج او المتوسط اللي بيكسبه الناس بيزيد كل ما زاد درجه التعليم من اول الثانويه لحد الكليه والماجستير والدكتوراه، وفي احصائيات كتير على ده. طب ايه البديل في الحاله بتاعتي؟ وايه النصائح اللي انا مؤمن بيها فعلا؟ لسه في شابين اردنيين لما قرأوا الكتاب بتاع الاب الغني والاب الفقير هربوا من البيت وقالوا ان هم مش هيكملوا تعليمهم عشان يبقوا اغنياء، ودي مشكله تانية في الكتاب. ان لما الكتاب بيتنقل هنا من خلال الملخصات او التشانلز اللي بترشحه بتوجهه لاقل فئه ممكن تستفاد من الكتاب ده، وهم الطلبه او الناس اللي لسه متخرجين. مش عارف بصراحه مدى الاستفاده اللي استفادها شخص في المرحله دي لما اقول له خلي الفلوس تشتغل عندك مش انت اللي تشتغل عند الفلوس، او لما يعرف الفرق بين الاصول والخصوم. يعني حتى لو حد هيستفاد من النصائح دي اكيد مش هيكون الشخص ده. فبعد ما قرات الكتاب حسيت ان احنا لو تخلصنا من الصوره الكرتونيه بتاعه الاب الفقير ده والجمل الكليشيه اللي بيقولها، وان هو مطلعوا احد الجانب زي الاشرار في افلام الكرتون كده، زي ان هو بيقول لك ما تاخدش مخاطره، اما الغني بيقول لك طبعا خد مخاطره، الفقير بيقول لك اشتغل علشان تلاقي شركه تشتغل فيها، الغني بيقول لك اشتغل علشان تشتري الشركه، الفقير لما بيلاقي حاجه صعبه بيقول انا ما اقدرش اعملها، الغني بيسال ازاي اعملها. لو تخلصنا من الكليشيهات دي ومشينا في نفس المسار اللي مشيه الاب الفقير اعتقد ان دي هتبقى نصيحه احسن. الاب الفقير كان مدرس في الجامعه ومعاه دكتوراه، فبشوف ان الاهتمام بالتعليم في السياق بتاعنا ده هي النصيحه الاهم في موضوع الفلوس. يعني لو ربنا انعم عليك بتعليم كويس فتقريبا دي الفرصه الوحيده وده اللي في ايد الواحد يعمله، انه يكمل سعيه في ده. وده اعتقاد العام ان الفقر والغنى ما ينفعش اختزاله في المايند سيت والعقليه والكلام ده، وان دايما الصوره الكبيره والسياسات العامه هي اللي بيبقى ليها النصيب الاكبر في تحديد مدى فقر او غنى الشخص ده. والنماذج على ده كتير جدا، بس على الواحد انه يجتهد في الحاجه اللي هو بيعملها، وفي الحاله بتاعتنا مثلا التعليم، بس على الواحد برضه انه ما يتجاهلش الصوره الكبيره ويدرك اهميتها، وما يخليش حد زي روبرت كيوساكي يقول ان العقليه بتاعتك هي سبب اللي انت فيه. فالدراسه والمذاكره بشوفهم من الحاجات اللي المفروض الواحد يركز عليها. فلو عايز تعرف ايه احسن طريقه للمذاكره شوف الفيديو ده. وبس كده، سلام عليكم.